بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في صحتكم كلام في الكورة. النهارده هنتكلم عن مباراة جمعت بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز. مباراة كانت في منتهى الندية والمتعة والإثارة، وانتهى بفوز النادي الأهلي على نادي بيراميدز 1-0 بهدف علي معلول من ضربة جزاء في الوقت الإضافي، وفوز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب نادي بيراميدز. هنتكلم أول حاجة عن التشكيل اللي بدأ بيه النادي الأهلي المباراة، نتكلم عن سير المباراة والأداء للفرقتين والتبديلات والتعديلات اللي اجراها النادي الاهلي في المباراه وازاي قدر يكسب المباراه. هنتكلم عن كل حاجه يعني. اول حاجه تشكيل النادي الاهلي لعب المباراه بطريقه مكونه من 4-3-3. الشناوي في حراسه المرمى، قدامه اربع مدافعين، على اليمين محمد هاني، على اليسار علي معلول، قدامهم اتنين قلبين دفاع محمد عبد المنعم محمود متولي، قدامهم ثلاثه ارتكاز حمدي فتحي ومروان عطيه وقندوسي، قدامهم ثلاثه على اليمين بيرستاو تحت المهاجم صريح محمد شريف، وعلى اليسار احمد عبد القادر. النادي الاهلي في اول 10 دقائق من المباراه يعني كان ماسك كوره اكتر، كان هو عايز يسجل هدف في اول 10 دقائق، وكان مستحوذ ومسيطر، وكان بيحاول يعمل هجمات، وكان هو اللي داخل المباراه عايز يجيب جون. ولكن في اول 10 دقائق يعني كان استحواذ بلا خطوره على المرمى من النادي الاهلي، لغايه بقى بعد كده بعد اول ربع ساعه دخل نادي بيراميدز المباراه بشراسه وبخطوره حتى، وفي كور في منتهى الخطوره. الكرة التسديدة اللي وقعت من ايد الشناوي وتابعها عبد المنعم واخرجها خارج الملعب، والكرة حتى التسديدة بتاعت بلاتي توريه، لا مش بلاتي توريه، المهاجم بتاعهم فخري لقاي، وتصدى ليها محمد الشناوي ببراعة على الحقيقة، اللي كان من وجهة نظري احد نجوم المباراة. برضو هنتكلم عن نجوم المباراة في الاخر. و- والكرة اللي ما بين رمضان صبحي وابراهيم عادل، وانقذها حمدي فتحي بتاكلينج عالمي، حاجه من الحاجات اللي احنا متعودين عليها من حمدي فتحي صراحه وخصوصا في المباريات الكبيره والحاسمه والنهائيات. وكانت المباراه من بعد اول 10 دقائق عموما يعني مش نادي بيراميدز بس، كان في نديه، كان في فرص هنا وفرص هناك، يعني يكاد يكون اصلا نجوم المباراه حراس المرمى، سواء محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي او احمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، تصدوا للكرات عديده جدا في المباراه. والنادي الاهلي برضو خطورته على مرمى في الكوره في الشوط الاول تصدى ليها احمد الشناوي من علي معلول من ضربه حره مباشره، حطها حلوه قوي وصدها بشكل جميل جدا احمد الشناوي، وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف. بدا الشوط الثاني ما بين الفرقتين. الشوط الثاني بدا النادي الاهلي هو اللي ضاغط، النادي الاهلي هو اللي بدا يعني يهاجم، عايز يسجل هدف، هو اللي ماسك كوره اكتر من نادي بيراميدز، هو اللي منتشر في الملعب اكتر. هو المباراه كانت محصوره يعني في اول ربع ساعه تلت ساعه من الشوط الثاني كده، في نص ملعب نادي بيراميدز وفي منطقه دفاعه. وحتى جات لنادي الاهلي كره في منتهى الخطوره من احمد عبد القادر لقندوسي، لكن لحقها وليد الكارت قبل ما تروح للقندوسي يسجلها في المرمى، والمرمى كان خالي من حارسه. وكوره ايضا من ضربه حره مباشره رأسية من محمود متولي، انقذها ببراعه احمد الشناوي احد نجوم المباراه ايضا لنادي بيراميدز. لغايه بقى ما نادي بيراميدز دخل بعد اول ربع ساعه تلت ساعه، نادي بيراميدز دخل يضغط ويهاجم ويخلص المباراه من بدري بدري. يعني بدانا نوصل من المباراه في مرحله الهدف خلاص قتل اللقاء، لغايه ما جت كوره في منتهى الخطوره حلوه قوي من السكس يارده من الركنيه، انقض عليها وليد الكارتي برجله وتصدى ليها ببراعه محمد الشناوي، تصدي مذهل الحقيقه. ونشوف بقى التبديلات والتعديلات. النادي الاهلي امن دفاعه اولا بخروج محمد هاني ونزول خالد عبد الفتاح، وخروج احمد عبد القادر ونزول حسين شحات وكهربا مكان محمد شريف، وديانج مكان حمدي فتحي. يعني هو عمل تغييره امن بيها الدفاع، اللي هو نزل خالد عبد الفتاح مكان محمد هاني، وامن نص ملعبه برضه ديانج مكان حمدي فتحي. والمباراه الصراحه كانت مباراه كويسه جدا، كانت مباراه متكافئه جدا، وحتى حسين الشحات يعني مكان عبد القادر لتنشيط الجبهه اليمنى للنادي الاهلي في الهجوم، او تنشيط الهجوم عموما للنادي الاهلي. وخروج برستاو ونزول قفشه حتى كمان مكان قندوسي. قفشه برضو يعني انه حاول الطريقه ان الاهلي يلعب بطريقه 4-2-3-1، ويبقى في صانع العاب للنادي الاهلي حقيقي اللي هو محمد مجدي قفشه، ونازل طاهر بحتى مكان تاو. طاهر برضو يعني منه فايده في الهجوم، وحتى كمان بيعرف يرتد للدفاع. كانت التغيير دي برضو عشان طاهر بيعرف يأدي ادوار دفاعيه كويسه جدا، والنادي الاهلي كان ساعتها اساس سجل الهدف في الاوقات الاضافيه، وكان فايز 1-0 على نادي بيراميدز.
والصراحه النادي الاهلي يستحق الفوز على نادي بيراميدز، ونادي بيراميدز برضه عمل مباراه كبيره وكان ند بالند للنادي الاهلي، وراح بفرص كده ان يسجل منها اهداف في الاوقات الاصليه، حتى والمباراه تعادل سلبي وفي الاوقات الاضافيه، وحتى بعد هدف النادي الاهلي الكره اللي دودو الجباس راح بيها انفراد وتصدى ليها محمد الشناوي ببراعه برضه. نجوم المباراه من وجهه نظري حارسي المرمى، اولا احمد الشناوي ومحمد الشناوي، محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي، حمدي فتحي، مروان عطيه، علي معلول. هو النادي الاهلي كله صراحه لعيبه كانت رجاله، بس الخمسه دول هم دول احسن خمسه بالنسبه لي في المباراه. ونلتقي باذن الله في مباراه قادمه، وكان معكم محمد هشام كلام في الكوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.